في الحلقة دي احنا هنفتح واحدة من أرعب وأقدم الأساطير المرتبطة بالبشر، المرايا. تخيل كده معايا تصحى من نومك في نص الليل وتكون حاسس إن في حد بيراقبك، فتدور حواليك وما تلاقيش حد، فتبص في المراية تشوف انعكاسك، تبدأ تركز وتكتشف إنه لسه بيبص لك، لكن نظرته فيها حاجة غريبة. تركز أكتر وهنا تاخد بالك هو فعلا بيتحرك، بس حركته مختلفة تماما عنه. تتخض، تجري، تنادي، وبسرعة تروح منور النور، ترجع تبص تاني تلاقي المراية فاضية ما فيهاش حاجة، انعكاسك اختفى. والغريب هنا إنك لسه حاسس إن في حد واقف جواها ولسه بيراقبك وبيبصلك. في الحلقة دي احنا هنفتح واحدة من أرعب وأقدم الأساطير المرتبطة بالبشر، المرايا. من آلاف السنين والمرايات كان ليها مكانة خاصة جدا عند البشر، مش بس علشان بتعكس الأشكال، لكن هم كانوا شايفين ومتيقنين وعندهم اعتقاد إنها بوابة لعالم تاني. عندك مثلا في الحضارة الصينية القديمة كانوا بيؤمنوا إن المراية تقدر تحبس الأرواح الشريرة، وعلشان كده كانوا دايما بيغطوا المرايات في حالات الوفاة، وده كانوا بيعتقدوا إن روح الميت ممكن تتحبس جواه. وعندك مثلا في الثقافة الأوروبية وخاصة في العصور الوسطى كانت المراية بتعتبر عين الشيطان، وكان دايما عندهم اعتقاد سائد إن أي شخص بيشوف شيطان أو جن في المراية حياته كلها بتتلعن وعمره ما بيرجع يعيش طبيعي تاني. أما بقى لأجدادنا في الحضارة المصرية القديمة كانت المراية جزء أساسي وضمن أدوات السحر، ودايما كانوا بيحطوا جنبها طلاسم للحماية وحمايتهم من القوى الخفية، وكانوا دايما بيدفنوها مع الملوك في القبر بتاعهم علشان خاطر بيعتقدوا إنها بوابة لعالم آخر، وده اللي كانوا بيسموه الحياة بعد البعث. واحدة من أشهر القصص المرتبطة بالمرايا هي قصة السيدة الدموية، أو زي ما بيسموها ذا بلادي ماري. الأسطورة هنا بتقول إنك لو وقفت قدام مراية في ضوء خافت وذكرت اسمها 3 مرات هتظهر لك في المراية وتبدأ تطاردك في حياتك. في ناس بتقول إنها بتأذيك، وناس تانية بتقول إنها تقدر تسحبك جوه المراية وتحبسك في عالم كله ضلمة وأصوات تعذيب ورعب. وفي 1992 بنت أمريكية اسمها ليزا جربت التحدي ده في حفلة مراهقين، وأصحابها بيحكوا إنهم سمعوها إنها بتصوت بشكل هستيري. والمفاجأة هنا إن هم لما فتحوا الباب لقوها مرمية على الأرض، ومش بس كده وكمان وشها كله متشوه. ومن يومها وليزا فقدت النطق والذاكرة ونسيت كل اللي حصل لها لحد دلوقتي. وفي سنة 2003 عيلة أمريكية اشترت مراية من مزاد في أمريكا في ولاية نيو أورلينز، وبعد ما اشتروا المراية بكام يوم بدأوا يلاحظوا إن في حاجات غريبة بدأت تحصل، بصمات غريبة وآثار إيدين حيوانات بدأت تظهر على المراية، أصوات أنفاس وصويت بتطلع من المراية بالليل. واحد من الولاد بدأ يحلم كل يوم بكائن واقف جواه، لحد ما في يوم قرب منه وقال له إن ده آخر يوم ليك. وفعلا صحيوا ولقوه غرقان وسايح في دمه، بس لحسن حظه إنه ما ماتش. وبعد كل اللي حصل ده العيلة قررت إنها تتخلص من المراية. ولما بدأوا فعلا إن هم ينفذوا القرار ده بدأت تحصل حاجات أغرب، حرائق عشوائية في البيت لحد ما في يوم ولع واتحرق وهي فيه، بس لحسن حظهم إن هم ما كانوش موجودين في البيت. وفي 2011 اتعرضت واحدة من أشهر المرايات في بريطانيا للبيع، وده بعد ما صاحبها مات في حادثة غريبة، واتقال إن كل اللي امتلكوها من بعده حصلت لهم مصايب كبيرة جدا، لدرجة وصلت إن في واحد اتعمى من كتر ما المراية سحرته، فضل باصص لها وما شالش عينه من عليها لحد ما فقد بصره. وفي أشهر بلاد السحر وهي المغرب بعض السحرة بيستخدموا المرايات في التسخير، وهنا بيقولوا إنك ممكن تشوف الجن في المراية وتتكلم معاه لو عملت طقوس معينة، وهي مبنية أعوذ بالله يعني على تدنيس القرآن الكريم والشرك بالله. ومن أشهر القصص دي قصة شاب حاول يستخدم مراية مسحورة علشان يشوف مستقبله، وبيقولوا إن بعد الطقوس اللي هو عملها دي اختفى، وأهله لقوا المراية مكسورة وجنبها عينيه. قصة تانية بتحكي عن طفلة صغيرة كانت بتلعب لوحدها في أوضة ضلمة فيها مراية قديمة متغطية، وكانت دايما زي عادة أي طفل
بتقعد قدام المراية وتكلم نفسها. بس مع الوقت أمها بدأت تحس وتلاحظ إنها بتضحك بشكل هستيري طول الليل، وبتقول إن البنت اللي جوه المراية بتلعب معاها. وفي ليلة الطفلة دي اختفت بدون أي أثر، والمراية بقت ضلمة تماماً، كأنها بتعكس صورة لمكان ضلمة. ولحد دلوقتي مفيش أي أثر للطفلة دي غير صوت عياطها وتوسلها اللي طالع طول الليل من أوضتها، أو بالأخص من المراية. كمان سمعنا قصة مرعبة جدا حصلت لبنت مغربية كانت رايحة تزور خالتها اللي ساكنة في ضواحي مراكش، والبنت دي كانت فضولية جدا وقررت إنها تدخل أوضة في البيت مش مسموح لأي حد إنه يدخلها. جوه الأوضة دي لقت مراية ملفوفة بقماش أسود ريحته بشعة، ولما شالت القماش المراية كانت ما بتعكسش صورتها، لكن كان طالع منها صورة بنت لابسة أبيض وعمالة تعيط وبتستغيث، وكأنها محبوسة جوه المراية دي. وقتها البنت فضلت تقول لمامتها إنها شايفة حاجات غريبة، وفي حاجات ومخلوقات غريبة ماشية على حيطان الأوضة، وكانت بتتكلم دايما مع نفسها كتير. وفجأة بدأت تختفي من البيت وتظهر في أماكن بعيدة، ولما بيجوا يسألوها بتبقى مش فاكرة هي وصلت هنا إزاي. لما الأم بدأت تواجه أختها، وهي بالمناسبة اللي هي خالة البنت، قالت لهم إن الأوضة دي كانت مقفولة وأنا حذرتها ما تدخلش الأوضة، وبالأخص ما تبصش في المراية دي. وفي كيوتو في اليابان في معبد قديم كان فيه غرفة اسمها كاجامي نوما، واللي معناها غرفة المرايات. الرهبان هناك كانوا بيستخدموا الغرفة دي في طقوس حبس الأرواح الشريرة، لكن في مرة ومن سوء حظهم حصل خطأ وهم بيعملوا الطقس ده، روح شريرة اتحركت، ومن وقتها وعينك ما تشوف إلا النور أي حد بيبات في الأوضة بيحلم إنه محبوس جوه المراية ومش عارف يطلع. لكن لأن أغلبهم كانوا كبار في السن الكهنة ما صدقوش الكلام ده، قالوا إن ده مش بسبب روح شريرة ولا لعنة من المراية، ده بسبب تقدمهم في السن. حصلت حادثة مشهورة جدا لشاب اتصور في كاجامي نوم وصورته كانت موجودة، لكن هو ما كانش موجود فيها. وفعلا الشاب ده بعد فترة اختفى تماما، وبعد بحث عنه لفترة طويلة جدا أخيرا لقوا جثته. تخيل معايا كده فين بقى؟ في أوضة المرايا، والجثة متحللة، رغم تأكيدهم إن الأوضة بتتفتح كل أسبوع مرتين علشان تتبخر وتتقفل تاني، وإنه مستحيل دخوله ليها وموته، لا وكمان تحلل جثته، وكل ده من غير ما حد يكتشف. لكن بعد كل الحوادث دي الرهبان قفلوا الأوضة للأبد، وعلقوا يافطة كبيرة مكتوب عليها لا تنظر فقد تقتل. وفي بنت أمريكية طالبة جامعية من تكساس، جودير، طالبة جامعية من ولاية تكساس، وفي سنة 1978 اشترت مراية أنتيك من العصر الفيكتوري متزينة بالورود وشكلها لطيف. لكن اللي هيحصل بعد كده مش لطيف بالمرة. كانت دايما متعودة إنها تكتب يومياتها كل يوم، وكان آخر جمل ليها في دفتر يومياتها قبل اختفائها: أنا عارفة إن اللي في المراية دي مش أنا. وشها مخيف مرعب، بيضحك وقت ما أكون بعيط، بتهددني لو شلت عيني بعيد عنها هتقتلني، وأنا ما بقتش بقاوم. المرة الجاية هسيبها تقتلني. جودي اختفت في ظروف غامضة، وكل اللي اتبقى منها دمها اللي كان مغرق الأوضة، كأن حصلت مذبحة كبيرة. والغريب هنا إن الدفتر كان مفتوح على الصفحة دي بالتحديد، كل الصفحات الباقية كان باين قوي إنها ممسوحة. في دير مهجور في شمال إيطاليا في راهب استخدم مراية لعقاب نفسه، كان بيقعد قدامها لساعات وبيتخيل ذنوبه بتتجسد قدامه، ويبدأ هنا يتكلم معاها ويعاتبها على غلطاتها. وبعد فترة كبيرة وهو مستمر إن هو بيعمل كده، قالوا إن مات وهو بيصرخ قدامها، ولحد دلوقتي صوته بيتكرر جوه الدير. وزوار الدير بيحكوا إنهم سمعوا صوت بكاء من حيطة فاضية اللي هي عليها المراية. لكن المفاجأة هنا إن الكاميرا سجلت انعكاس وش بيبكي فيه. عايزك تتخيل كده معايا ده وش مين. وفي قصة تانية بتحكي عن ست عراقية ورثت مراية إزازها لونه أزرق، كانت بتقول دايما إنها بتحكي مع الشخص اللي جوه المراية، وكل اللي لمس كسر الإزاز ده مات في الآخر بطريقة بشعة. المراية بوابة ولا فخ، ولا هي مجرد انعكاس للصورة؟ في ناس بيقولوا إن المرايات بتعكس شكلنا بس مش أكتر، لكن في حضارات كتير كانوا دايما بيعتقدوا إن المراية بوابة دايما لعالم تاني، بوابة لعالم الجن، أو مكان لحبس الأرواح، أو أداة سحرية للتواصل مع عوالم تانية.
لكن عندنا هنا في مصر بنقول ما تبصش في المراية كتير لا تتلبس. في ظاهرة في علم النفس بتقول إنك لو فضلت تبص لنفسك في المراية لمدة طويلة في نور خافت شوية، ملامحك هتبدأ تتشوه شوية بشوية لحد ما تختلف تماما وتكون صورة تانية مش مألوفة خالص لعينك. السؤال هنا بقى، هل فعلا احنا بنخاف من المرايات ولا ده مجرد وهم اتزرع في عقولنا؟ وهل لو دخلت أوضة دلوقتي فيها مراية هتتعامل عادي ولا هتخاف تبص فيها؟ لو مؤمن بالخوف من المرايات وفعلا بتحس برهبة منها يا ريت تقول لنا في الكومنتات. ولو عندك قصة حصلت مع المرايات قبل كده يا ريت تحكيها لنا. ولو حابب تتكلم عن موضوع معين يا ريت تقول لنا وتستنى الحلقة الجاية. وفي النهاية ما تنساش تتابعنا وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وشير. بس كده يا قائد، ودي كانت صفحة قفلناها من برنامجكم صفحة من كتاب التاريخ.